عندك زيارات كتيرة على موقعك بس ما بتحققش النتائج المتوقعة؟ بتصرف حملات إعلانية بمبالغ كبيرة والمردود أقل من الطبيعي؟ موقعك ما بيظهرش في الصفحات الأولى في محركات البحث؟ دي بعض المشكلات اللي بتقابل عملائنا في ويبستدي أو في الاستشارات الخاصة. في الفيديو ده هقول لك على معدلات مهمة جدا تبين لك حجم المشاكل اللي في موقعك وتديك مؤشرات لطرق الحل. من أهم الأرقام اللي بيتابعوها أصحاب المواقع بشكل دوري عشان يقيموا أداء مواقعهم ويحسنوا تجربة المستخدم هم الباونس ريت أو معدل الارتداد والانجيجمنت ريت أو معدل التفاعل. فهمك للمعدلات دي هيساعدك في تحديد نقاط القوة والضعف في موقعك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسينه. لكن خلينا في الأول نفهم يعني إيه المصطلحات دي. معدل الارتداد هي النسبة المئوية للزوار اللي بيخرجوا من موقعك بعد ما يشوفوا صفحة واحدة بس بدون ما يعملوا أي تفاعل على الصفحة وما بيكملوش على الموقع 10 ثواني. معدل التفاعل هو عكس معدل الارتداد وده بيقيس معدل تفاعل الجمهور مع موقعك. التفاعل ده يشمل أي عملية العميل بيعملها على موقعك. على سبيل المثال إنه يفضل على موقعك لمدة أكتر من 10 ثواني، يتنقل ما بين الصفحات المختلفة لموقعك، يعمل سكرول وينزل لآخر الصفحة، يتفرج على الفيديوهات على موقعك، يكتب تعليق على المقالات، يشارك المحتوى عبر صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة. طيب ايه اهمية معدل الارتداد ومعدل التفاعل وتجيبهم منين؟ معدل الارتداد ومعدل التفاعل هتلاقيهم في جوجل اناليتكس، ولو مش عارف ايه هو جوجل اناليتكس تقدر تشوف الفيديو اللي عملناه قبل كده عن كيفية انشاء نظام تتبع. اما بالنسبة لأهمية المعدلات دي فانا هديك مثال بسيط يوضح لك الموضوع. هنفترض ان في عميل واحد بس دخل موقعك وهنحسب بناء عليه معدلات الارتداد والتفاعل. لو العميل دخل موقعك وزار صفحة واحدة بس ولم يتنقل ما بين صفحات موقعك المختلفة وقعد مدة أقل من 10 ثواني وما عملش أي نوع من أنواع التفاعل، هنا معدلاتك هتكون معدل الارتداد 100%، معدل التفاعل 0%. أما لو العميل عمل العكس من اللي قلناه، زار أكتر من صفحة في موقعك، قعد على موقعك لمدة أكتر من 10 ثواني، عمل أنواع التفاعل مختلفة، هنا معدلاتك هتكون معدل التفاعل 100%، معدل الارتداد هيكون 0%. يعني باختصار معدل الارتداد لو زاد فانت كده عندك مشكلة، اما لو قل فامورك طيبة. ومعدل التفاعل هو عكسه تماما. طيب زاد عن كام وقل عن كام؟ اولا النسبة بتختلف من مجال للتاني، لكن حسب بحث عملته سيمرش فمتوسط معدلات الارتداد الطبيعية في مجال التجارة الإلكترونية والتجزئة بتتراوح ما بين 20 ل 45%. أما بخصوص مواقع الخدمات اللي بيتطلب فيها تسجيل نموذج فبتتراوح ما بين 30 ل 55%. دلوقتي خلينا نعرف إزاي تحسن معدلات الارتداد والتفاعل في موقعك. لو فهمت معايا في الجزء اللي فات معنى معدل الارتداد ومعنى معدل التفاعل، هتفهم باختصار إنك محتاج إن عميلك يقعد على موقعك أطول فترة ممكنة ويعمل أي شكل من أشكال التفاعل. وعشان تقدر تحقق ده في أساليب كتيرة ممكن تعملها بتختلف من نشاط للتاني، والأساليب دي زي تحسين سرعة تحميل موقعك، تصميم جذاب وسهل الاستخدام، محتوى وصور بجودة عالية، توفير أدوات تفاعلية على الموقع. خلينا نلفت نظرك لأن التعديلات اللازمة لتحسين معدلات التفاعل والارتداد بتتطلب التعاون ما بين فريقين، فريق التسويق وفريق البرمجة. انت كده فهمت ايه أهمية المعدلات دي وايه فايدتها. كل اللي محتاجه منك انك تفضل متابعها بشكل دوري، فلو الأرقام في المعدل الطبيعي فأمورك الحمد لله طيبة. أما لو فيها مشكلة فتوجه مباشرة لمستشارك التسويقي أو فريق التسويق الخاص بيك وهم هيقدموا لك توصيات إزاي تحسنها. هتاخد التوصيات دي وتديها لفريق المبرمجين أو شركة البرمجيات اللي بتتعامل معاها. لو عجبك المحتوى ده وحابب نتكلم في مواضيع تقنية تانية تهمك قول لنا في التعليقات.